بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا مباراة الزمالك والأهلي ولا حديث يعلو فوق مباراة الزمالك والأهلي. لما دايما بيبقى في ماتش قمة بتلاقي الدنيا دايما طبعا التحفيل بقى بيبدأ من الزمالك والأهلي، الزمالك هيكسب الأهلي هيكسب، الكلام اللي بيطلع دوت. بيبقى الماتش طبعا لحد قبل الماتش ب5 دقايق أو ب10 دقايق بتلاقي الدنيا كلها تحفيل وهنكسب ومش هنكسب وده يحفل على ده والكلام ده. لكن مع بداية المباراة اللي بيفرق في كل الكلام ده حالة اللعيبة بقى، التشكيل، اللعب، طريقة اللعب، كل الكلام ده هو اللي بيفرق في اليوم ده. وأهم حاجة في كل الكلام ده هي حالة اللعيبة، حالة اللعيبة آه اللي بتحدد المباراة في صالح مين اللي هيكسب. وعندنا النهاردة كلام كتير عايزين نقوله بمناسبة مستوى الأهلي ومستوى الزمالك. بالنسبة لمستوى الأهلي، طبعا الأهلي بيمر بأسوأ فترة في تاريخه، يعني مش مثلا في حد يقول لك الأهلي بيمر بأسوأ فترة مثلا له آخر 10 سنين، آخر 5 سنين، آخر 20. لأ، الأهلي بيمر بأسوأ فترة منذ تأسيسه 1907. يعني دي فعلا أسوأ فترة. الأول مرة قبل ماتش قمة كنت دايما بتلاقي جماهير الأهلي داخلة حتى لو مستواه وحش. يعني كان في أوقات بيعدي على الأهلي بيبقى مستواهم وحش، لكن دايما ما كنتش تشوف الحالة دي. كان دايما بيخشوا عندهم ثقة. حتى لو حالتي وحشة أنا أخش أكسب الزمالك والكلام اللي هو بيتقال ده. لأول مرة بتلاقي جماهير الأهلي آه، ما بتتكلمش كتير، مش عارفة ليه بقى. ده انعدام الثقة، مفيش ثقة في اللعيبة، مفيش ثقة في المدير الفني اللي هو قاعد غصب عن النادي، اللي فيه كارثة أصلا، كارثة. يعني مش مش متخيلين حجم الكارثة اللي ممكن تحصل. يا عم أنا معاك، هقول لك على حاجة. أنت عندك ماتش الزمالك والأهلي بكرة. الزمالك مثلا لو كسب الأهلي 1 2 3 10 أي رقم، الزمالك لو كسب الأهلي أي سكور، إيه اللي هيحصل بقى؟ مفيش قرار مثلا يطلع هاجر رحيل يستر. ما أنت لو كنت هتمشيه كنت ماشي له من ماتش بيراميدز. إيه اللي هيحصل؟ هيفضل مكمل عادي. طب الماتش اللي بعده اللي هو تقريبا انبي او المصري او تقريبا الاهلي يخسر من انبي مثلا 3-0، هيمشي ترب؟ مش هيمشي ترب، هيفضل مكمل. طب المصري، الاهلي يخسر من يتعادل يخسر اي حاجه، هل هيمشي؟ مش هيمشي، هيفضل قاعد برضه. فدي تبين لك حجم الكارثه. يعني فعلا دي كارثه. مدير فني قاعد غصب عن النادي، خسر كسب اتعادل، هو مش فارق. هو من الاخر هو ميت على 6 مليون دولار، ميت عليهم. مش بعيد اصلا بيكون بيعمل كل الكلام ده ان هو لو في اصلا مفيش مدرب اصلا. يعني المفروض تبقى انت مثلا مدرب في فكر، في حاجه بتتنفس في الملعب، انما انت مفيش ولا فكر ولا تنفيذ ولا خطط ولا اي حاجه. على الله ان شاء الله كل حاجه ماشيه بركاوي. فالدنيا في الاهلي مش احسن حاجه. ف... فالزمالك لو ما استغلش الحته دي يبقى بصراحه، يعني الزمالك لو ما كسبش ماتش بكره، لو ما كسبش الاهلي بكره، المفروض يكسبوا امتى؟ ده سؤالي، ده سؤالي النهارده. يعني الاهلي، يعني الزمالك لو ما كسبش الاهلي بكره، سيبك من السكور 1 بقى 2 ان شاء الله. حتى بص، يجي لنا ضربة جزاء في الدقيقة 95 ونجيبها جول ونكسب. لكن انا بسأل في سؤال، لو الزمالك ما كسبش الاهلي بكره المفروض يكسبوا امتى؟ المفروض مستوى الاهلي
يبقى أسوأ من كده فين عشان أغلبه؟ مفيش ثقة في النفس، اللعيبة مش مركزة مع الفرقة، اللعيبة كل همها تعدل شعرها في الملعب، مفيش حمية، مفيش روح، مفيش أداء، كل الكلام ده والسلبيات دي لو الزمالك ما استغلهاش بكرة يبقى في مشكلة. وحاجة عايز أقولها فوق كل ده، لعيبة الأهلي مريحة 15 يوم، أنت متخيل؟ يعني الزمالك طبعا اللعيبة بتعاني من إجهاد، وده شفنا اللي طبعا هنتكلم دلوقتي على صوت والكلام ده. اللعيبة مش قادرة تجري، اللعيبة مش قادرة تشيل رجليها، ودوت بياخدنا في حتة إن الزمالك برضو عنده إجهاد، فالزمالك لازم ينوع في طريقة اللعب، لازم ينزل في أول الماتش مركز على هدفه كويس، عشان الماتش ده يعني أحسن الوحش أحسن، يعني أنت عندك الحلو والوحش، أحسن الوحشين إنه يتعادل، إنما خسارة ديت أنت كده بترجع، أنت كده بترجع الأهلي تاني للمنافسة، بترجع الأهلي عادي، فرق بينك وبين الأهلي 6 نقط، لو كسبك بقى 3. وطبعا الأهلي لما بيكسب الزمالك بيفوق، دي دي حاجة مش محدش مستني ان انا اقولها. فالاهلي لما بيكسب الزمالك بيفوق، والزمالك لما بيكسب الاهلي بيفوق، فعشان كده الزمالك لو خسر من الاهلي ماتش بكره هتبقى مشكلة، تبقى مشكلة عندك في ماتش سيراميكا وماتش سموحة، اللي هم ماتشين صعبين جدا جدا جدا. فكلمنا، هنتكلم هل الاهلي قادر على الفوز على الزمالك؟ يعني الاهلي بمستواه ده بلعبته دي آه، اللي كل واحد بينزل قلب وشه، اللي كل واحد مستني عرض او مستني يمشي، او سمعنا انباء ان امام عاشور خلاص ماشي، وان مش عارف بيدوروا على ايه لزيزو، وان مش عارف والعقده تتخفض، والكلام كل الكلام ده، كل المشاكل دي، هل الاهلي قادر على الفوز؟ آه يعني لو لعيبه غير دي كنت ممكن اقول لك ماشي، لو لعيبه غير دي يعني اقدر اقول لك ممكن الاهلي يفوز. طبعا انباء عن غياب، هنقول الغيابات دلوقتي. عندك عمر جابر غايب عن ماتش الزمالك بسبب الإصابة في ماتش إنبي في الدقيقة 28. عندك آه في الجنب التاني محمد هاني غايب عن ماتش الزمالك، يعني عندك الباك يمين بتاع الأهلي والزمالك مش موجودين. عندك في أنباء عن عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى، اللي بالنسبة لي حراسة المرمى في الفترة الأخيرة في الأهلي عادي. يعني إيه عادي؟ يعني مش فارقة، يعني أي حد هيقف مش مهم، لان الاتنين بيمروا بمستوى مش كويس. مصطفى شوبير اللي قلنا هو الحارس الواحد اللي هيمسك مكان الشناوي، واللي الماتش الاخير طبعا من بيراميدز، والخساره التقيله جدا على الاهلي، اللي هي لغايه دلوقتي جماهير الاهلي مش قادره تنسى ال- ال- الخساره التقيله ديت مؤثره، طبعا مؤثره. لما تخسر 3 في ماتش، انت راجع من غياب فترة كبيرة، والمفروض ترجع اللي انت تفرح جماهيرك، والجماهير على امل، وخصوصا كل الكلام ده مع تعادل الزمالك. يعني الزمالك لما تعادل مع انبي الزمالك يعتبر اداك هدية، الزمالك اداك هدية بس انت ما قبلتش الهدية. الاهلي رفض هدية الزمالك وما قبلش الهدية طبعا، بسبب اللعيبه، بسبب المدرب، بسبب كل الكلام الغلط اللي احنا قلناه ده. المدرب اللي كل ما يعني انا كل ما اتكلم على المدرب
ببقى عايز اتكلم عليه اكتر، مش عارف ليه، بحس بحجم الكارثه اللي موجوده ديت، مش محدش متخيلها. لان المدرب ده هي... هيقعد مع الاهلي ويلعب ماتش واحد في اول الدوري. انت متخيل ان مدرب يخسر الدوري او يخسر باقي الماتشات او يتعادل او اي حاجه من كل الكلام ده، وبعد كده هيعمل معاك فتره اعداد؟ يعني انت خسران، من طالع من افريقيا ومن الكاس ومن الدوري، من كل البطولات يعني كل البطولات الممكنه. الاهلي خارج من كل البطولات الممكنه باسوا مستويات واسوا فتره واسوا اداء واسوا كل حاجه. انت متخيل بعد كل ده ان هو هيضطر ان هو يقعد اول ماتش في الدوري؟ يعني هيعمل مع الاهلي فتره اعداد، بدل ما الاهلي يجيب مدرب تاني بقى ويعمل مع فتره الاعداد ويبدا ان هو يشوف بقى اللعيبه ماشي، يشوف بقى هيمشي مين ويجيب مين. لا، انت بتضطر ان انت هتقعد مدرب هيستمر معاك في المعسكر ويلعب اول ماتش معاك. آه فكل الكلام ده بيدل على خطأ كارثي داخل النادي الاهلي. سيبك من كل الكلام ده وسيبك من كل اللي فات ده، تعالى بقى في المهم. عندنا نقطة مهمة جدا وهي تشكيل المباراة لنادي الزمالك. تشكيل المباراة عندك، الزمالك لازم بكرة يلعب آه يلعب على نقطة ضعف الأهلي وهي الدفاع. يعني الدفاع طبعا، دفاع الأهلي ضايع حرفيا. شفنا من الماتش الأخير بطء خط الدفاع بالكامل سبب كرة فيستون مايلي اللي فيها بطء شديد جدا من دفاع الأهلي. الزمالك لازم ينزل مستغل الحتة دي، من سرعات بقى، من بيزيرا، من شيكابانزا في الشوط الثاني، من عدي الدباغ، من ناصر، من كل الكلام ده. الزمالك لازم ينزل مركز على المكسب بس، مش شايف اي حاجه قدامه غير المكسب فقط. آه طبعا زي ما قلنا ان الزمالك بكره لازم يلعب. هيلعب ان شاء الله بالمهدي سليمان، باك يمين محمد السيد، في قلب الدفاع طبعا الونش وحسام عبد المجيد، الا بقى لو كابتن معتمد عايز يدخل محمد اسماعيل مكان الونش، ده يبقى كلام تاني. ناحيه الشمال بنتايج اللي بيقدم مستوى هايل، نص ملعب فتوح، احمد ربيع، وقدامه مع عبد الله السعيد، بزيرة، وعدي الدباغ، وناصر منسي. تبدأ بقى بالجزيري في الشوط التاني، يعني ممكن مثلا في الدقيقة 60 على حسب مجريات المباراة تدعم بسيف الجزيري. الشوط التاني شيكو بنزا، تبدأ تدعم، لكن لازم تلعب على التحولات الهجومية كويس. لازم تلعب في العمق دفاع النادي الأهلي، لأن الدفاع بتاع النادي الأهلي ضايع، حرفيا ضايع. فلازم الأهلي الزمالك ينزل مركز على الفوز. ودي ليلة المباراة طبعا، لازم اللعيبة تنزل، لازم تكسب الأهلي، انزل تدوس على طول. انت الزمالك، انت نادي البطولات، انت نادي الزمالك، لازم تنزل تكسب الماتش. انت بتنافس على الدوري، انت البطل ان شاء الله السنة دي، وواصل نهائي كونفدرالية. انت الممثل الوحيد في البطولات الأفريقية السنة دي. انت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بطل الدوري. الزمالك لازم ينزل مركز، وباذن الله باذن الله الفوز هيكون حليف نادي الزمالك ان شاء الله. بتمنى يكون ماتش كويس يليق بالكرة المصرية، يليق بجماهير نادي الزمالك وجماهير النادي الاهلي العظيمة، وان شاء الله. ودي كورة في الاول والاخر. الزمالك كسب، الف مليون مبروك. وهنقول للاهلي هارد لك، لو العكس هنقول مبروك للاهلي وهارد لك للزمالك. لكن اتمنى ان شاء الله الفوز للزمالك، وباذن الله باذن الله يبقى ماتش كويس.
واتمنى ما كنتش طولت عليكم المره دي ان شاء الله. باذن الله استنوني بكره ان شاء الله بعد مباراه الزمالك والاهلي في تغطيه ان شاء الله باذن الله. وباذن الله تكون حلقه كويسه، يبقى ماتش كويس باذن الله. واستنوني ان شاء الله في الحلقه بتاعت بكره. وما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واشوف وشكم على خير. سلام.